السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بأفضل حال. في الفيديو بتاع النهارده هنعمل جوزية الهند او اللذيذة البيضاء او الحمام. هنعملها بطريقة سهلة جدا وكمان بسيطة، وهي بتتعمل بجوز الهند الابيض المبشور. هنعملها النهارده لكل اللي بيحب يصنع الحاجات دي في البيت بطريقة آمنة وصحية، وكمان للمغتربات اللي هم خارج مصر. طبعا ما فيش الحاجات دي بره مصر، فيقدروا بقى يعملوا الحاجات دي وياكلوها بره مصر. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف جوزية الهند الحلوة دي هنعملها ازاي. اول حاجه هنجهز حاجتنا قبل ما نبدا شغل. دي صينيه هنا بسيط كده بالزيت، وفي حله على النار احط ربع كوبايه من الميه، وكمان هنزل عليهم بنص كوبايه من السكر الابيض. بلاش تحطوا سكر الغامق عشان ما يغمقش معانا الوصفه. وهنزل عليهم كده بنص كوبايه الا معلقه صغيره من عسل الجلوكوز. وانا حاطه الحله على نار متوسطه، وهنزل كمان عليهم بنص معلقه صغيره من الفانيليا السائله. ممكن تستبدلوها بماء الورد او بالفانيليا البودره، ما فيهاش اي مشكله، بس انا بحب الفانيليا السائله جدا في الحلويات. وهقلب السكر ده تقلبتين كده، وهسيبه على نار متوسطة. أول لما بيوصل لدرجة الغليان دي بسيبه كده على النار لغاية اما يبدأ غليان. أول ما بيبدأ غليان بالشكل ده بعدله دقيقة بالظبط، وبعد كده بطفي عليه النار. يعني بعد دقيقة بالظبط أول ما بيبدأ غليان، وبعد كده بنطفي عليه النار. وبكون مجهزة جنبي كوبايتين من جوز الهند، وهحط منهم كده شوية بشوية، وهشوف المقدار هياخد معايا كوبايتين جوز الهند كلك ولا هيفضل منهم. أنا حطيت كده كوبايتين إلا شوية، ومقدار النهارده خد معايا كوبايتين الا تلت من جوز الهند، وكمان ضفت عليهم ربع كوبايه من الزبيب. كميه جوز الهند هنا بتفرق من نوع جوز الهند للتاني. في نوع جوز الهند كده بتكون القشور بتاعته خفيفه جدا، فده الخليط ده بياخد منه اقل من كوبايتين. وفي نوع جوز الهند بيكون القشور بتاعته تقيله وفيها نسبه زيوت كتير، فده بياخد الكوبايتين كاملين. هقلبهم كده وانا طبعا طافيه النار تحت الحله. هاخد بقى الخليط ده وافضيه في الصينيه اللي احنا دهنينها زيت في اول الفيديو. والصينية دي هتكون كبيرة على كمية جوز الهند، فأنا هقسم كده الصينية، مش هفرد جوز الهند في الصينية كلها بالشكل ده. هجيب بقى كده سباتيولا أو أي حاجة تكون قوية، معلقة أو سباتيولا، وهبدأ إن أنا أساوي كده السطح بتاع جوز الهند ده. وهحاول كده إن أنا أساوي السطح عشان يكون أملس كده وزي اللي بنشتريها فعلا جاهزة. هجيب بقى كده معلقة مدهونة زيت، وهبدأ إن أنا أساوي كده سطح الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم نسوي السطح عشان تكون شكلها أملس كده ومش منعكشة من فوق. الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا وكمان اقتصادية جدا جدا، ما بتاخدش مننا لا وقت ولا مجهود، وبتكون انضف واحسن كمان من اللي بنشتريها من بره. وكمان تقدروا تحطوا بدل جوز الهند ده فروتة مسكرة او مكسرات اللي تحبوه. هجيب بقى سكينة كده وصينية لسه دافية، وهبدأ ان انا اعلم بس كده وش الصينية من فوق بالسكينة. مش يعني مش اقطعها للاخر، لا انا هعلم بس كده. اعملوها بقى بالطريقه اللي انتوا عايزينها، اعملوها مستطيلات كده كبيره او صغيره، او حتى مربعات. انا عملتها مستطيلات كده حجمها كبير شويه، ممكن انتوا تصغروا عن الحجم اللي انا عاملاه ده. هسيبها بقى لغايه لما تبرد تماما، وبعد كده هنقطعها بالسكينه ونشوف الشكل بتاعها. وده بقى شكلها بعد ما بردت تماما. هجيب كده سكينه ممكن تدهنوها بسيط كده بالزيت، وابدا ان انا اقطع كده الصينيه بتاعتي. زي ما قلت لكم قطعوها الى الاحجام اللي انتوا عايزينها. انا عملتها النهارده حجم كبير شويه، فانتوا ممكن تصغروا عن الحجم ده او تكبروا، او ممكن كمان تعملوها مربعات زي اللي بنشتريها في علب حلاوة المولد او بنشتريها من المحلات. هجيب بقى كده المقطع واطلع لكم حتة عشان تشوفوا جمالها من جوه. طعمها بجد حلو جدا، وكمان نص معلقة الفانيليا اللي احنا حاطينها. الفانيليا مع جوز الهند بتدي نكهة حلوة جدا، وكمان بتديها ريحة حلوة جدا. وده بقى شكل اللذيذة بتاعتنا بعد ما بردت. شكلها حلو جدا وطعمها كمان حلو جدا ولذيذة جدا جدا. وزي ما انتوا شايفينها كده متماسكه مش مفروله، وكمان مش ناشفه بتقطم معانا. لا طعمها حلو جدا وكمان طريه زي اللي احنا بنشتريها بالظبط واحسن كمان. حاجه انت عاملاها في البيت وضامنه نظافتها وجودتها، وكمان حاجات صحيه ما فيهاش اي مواد حافظه، ما حطينالهاش اي مواد حافظه.
هاخد بقى كده قطع اللذيذه دي واغلفها في اكياس. زي ما قلت لكم انا بحب احتفظ بالحاجات دي في اكياس عشان تتن محتفظه بالريحه بتاعتها وكمان بالطعم المميز بتاعها. فانا بغلفها كده باكياس وبعينهم برضو في التلاجة في علبه او بره التلاجة، ما بيجرالهاش اي حاجه. والاكياس دي موجوده عند الناس اللي بيبيعوا مستلزمات الحلويات او اللي هما بيبيعوا حاجات السبوع، بتكون موجوده الاكياس دي عندهم. وده بقى شكل اللذيذة بتاعتنا، شكلها حلو جدا وطعمها حلو جدا وكمان طرية مش بتقطم معانا. وعسل الجلوكوز مديها المطة الحلوة دي. وتقدروا تستبدلوا عسل الجلوكوز بعسل النحل. وكده بيكون خلص معانا فيديو النهاردة وخلصت وصفتنا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. وحابة افكركم لو انتوا جداد على القناة تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لايك وكمان تعملوا اشتراك.